يحل اللغز ده كله. ثم واحد بيضغط والتاني تحت كفر، يعني مش محتاج كده، مش محتاج كل في قله عدديه من لاعبي الاسماعيلي، ومع ذلك الاسماعيلي لما بيحتفظ بالكره في يعني امام خط ال 18 بتلاقي عدم تمركز. اجواء اللقاء، وما احلى الرجوع لاجواء اللقاء في كره القدم. جميل جميل الاداء، وجميل جدا النادي الاسماعيلي، والاجمل ان نادي المقاولين العرب بيرجع مره ثانيه. هنا كوره اتلعبت بكره ثابته وتتلعب مقوصه في منتهى الاتقان، اتلعبت زي ما الكتاب بيقول في المواقف الثابته مقوصه ورايحه، ومحمد صبحي يتابع، لكن الكوره تعمل التاتش. لكن دلوقتي ما تقدرش ترفع الحمل البدني خلاص، يبقى لازم ارفع الجانب الفني عشان اقدر ادخر جهد وانهي المباراه بشكل كويس. التجانس جوه اللاعبين لما تحدث الناحيه الفنيه ترتفع مع الفريق، يبقى اذا هتدخر الجهد البدني وهتخرجه على مدار 90 دقيقه. تجانس اللاعبين واللاعبين يقعدوا فترات مع بعض، ممكن معسكر عادي جدا، مش اللاعب يخلص المباراه ويمشي وقبل المباراه الحماس. محتاجين شغل كتير قوي، محتاجين خبره في التنظيم الدفاعي. يعني في عنده وسط ملعب سوسته ومحمد عادل ومحمد رزق طايرين ومفضين نص الملعب. فكل هذه الامور بتحتاج ان فعلا شغل من الكابتن محمد عبد السميع كتير جدا في تنظيم الناحيه الدفاعيه لفريق المقاولين. الاخطاء اخطاء وارده، ولكن الاخطاء برضو تقدر تقول اخطاء ساذجه.